أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن أشياء يجب عليك معرفتها قبل سن 20. هو المفروض أصلا طبيعي وناتشرال في حياة الأشخاص بين قوسين المراهقين. المفروض إن هما يبقوا عارفين المعلومات دي في السن ده، لأن السن ده من وجهة نظري هو سن تكوين الشخصية، تكوين الآراء، تكوين المعلومات والمعرفة عند البني آدم كفترة سليمة ووعي طفولي. بيبتدي ان هو يدخل في مرحلة النضج، اللي هو حاجة كده داخلة الفرن بقى هتطلع لنا مستوية وريحتها مفحفحة. فالمفروض يبقى الوعي المجتمع والأسرة تنميه على أكمل وجه. ولكن في ناس كتير قوي ما لقيتش لا من المجتمع ولا من الأسرة التنمية دي، تنمية الوعي، تنمية الفطرة. فمش مشكلة نتجاوز هذه المرحلة ونبتدي نعرف المعلومات على أكمل وجه. 6 نصايح من الحياة اللي أنا عشتها، الحياة الواقعية بتاعتي، ربنا كان بيكلمني فيها بلغة القرآن بس أنا ما كنتش واخدة بالي. وزي ما قلت لكم في مرحلة الوعي والأسرة ممكن الموضوع ده ما يكونش درس لينا على أكمل وجه. فأنا هحاول جاهدة إن أنا أديكم المعلومات دي كلها ومش هبخل عليكم أبدا بأي حاجة منها، والموضوع هيبقى كله على هيئة آيات بتعلمنا وبتدينا دروس في تنمية ذاتنا البشرية. يلا بينا نبتدي علشان ما اطولش عليكم. آية في القرآن الكريم بتقول: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. أحيانا بيبقى في العلاقات، خصوصا علاقات الصداقة، ما بيبقاش عندنا السبب الكافي المقنع لمغادرة صديق مفترق حياتنا أو جزء من مفترق حياتنا. طبعا احنا هنقدر نعمل ونكون صداقة جديدة، بس ما بيبقاش عندنا السبب الكافي اللي يقول لنا صديق ده سابنا ليه، او مش عاوز يكمل معانا او اتغير معانا لأي سبب او اي شكل من الاشكال. بس خصوصا هنا في الآية ربنا بيقول: ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ضيق اللي هو في مكان معين انت واقف فيه ومحاوطك بعض الافكار السلبية، بعض الافكار اللي عمالة كل شوية تسأل ليه 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 ليه، وفي نفس الوقت احنا مش هنقدر نخلي العلاقة دي ترجع زي الاول. فهنا ضيق ومكر، المكر من الشخص اللي قدامك والضيق اللي انت هتبقى فيه بعد ما الشخص ده يمكر بأي طريقة. تاني آية عاوزة أشرحها برضو: لا تقصص رؤياك على إخوتك. طبعا كلنا عارفين سبب نزول الآية دي. الجملة دي أنا مقدرش طبعا أقول إن دي آية كاملة، هي جملة من آية كبيرة. كلنا طبعا عارفين سبب نزول الآية وعارفين القصة اللي بتدور ورا سيدنا يوسف وأبوه يوسف وأبوه سيدنا يعقوب لما قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، وده أنا قلته في فيديوهات كتير قوي قبل كده. ولكن المعروف هنا على عدم قص الرؤية أو الأخبار الجيدة أو حتى البلان بتاعي أو المستقبل اللي أنا عاوز أعمله بإيدي وبعقلي. هل أنا كل شوية بقى هروح أخد رأي حد معين وأقول له ها أعمل إيه في الستيب دي، ها أعمل إيه في البلان دي، ها أخد الخطوة دي إزاي؟ هل أنا كل شوية هروح أسأل الناس أنا المفروض أعمل إيه، أو أسألهم على تأكيد المعلومة ولا لأ؟ أنا ما ينفعش أبدا أروح أسأل أي حد على تأكيد معلومة. لو أنا رايحة أسأل أصلا حد على تأكيد معلومة معينة أبقى أنا مشتتة من جوايا أو أنا مشتت من جوايا، فما ينفعش أبدا أروح أسأل وأنا مشتت. لازم يبقى عندي ثقة كاملة بربي وبعدين أروح أبدأ المشروع. بلاش كل شوية أروح أسأل الأشخاص وأتأكد من معلومات وأثبت وجود وأخد رأي وأخد ثقة وأخد مجهود وأعمل حاجات تانية ليها علاقة بناس وبآراء وأنا مشتتة أصلا من جوايا.
لازم يبقى عندي الثقة كاملة بربي، ثقة كاملة بنفسي، ثم الثقة كاملة بمشروعي. ما ينفعش اروح اقتحم حياة حد واقول له ها اكمل ازاي، ها اعمل ايه. محتاج يبقى عندي الاول ثقة بالنفس، وبعدين اروح بقى اثبت نفسي بمشروعي. لكن استنى رأي حد ما ينفعش، استنى ثقة من حد ما ينفعش، استنى ثقة من ربنا. وده الآية رقم 3، وأن سعيه سوف يرى. تخيل ان ربنا جل جلاله بيقولك السعي بتاعك هيتشاف، هيبقى مرئي، احنا شايفينه، وهنديلك الجزاء بتاعك بعد السعي. بس الأول نعمل عملية السعي بحذافيرها، ننفذها بتفاصيلها. أنا صاحية من النوم، أي ما أشرب الكوفي بتاعتي، أي ما أجتهد، أي ما أعمل البلان بتاعي، أي ما أكتب السكريبت، أي ما أعمل الشغل، وبعدين أنا نازلة عمالة بجتهد وعمالة بشرب. رقم 4، ودي متعلقة برقم 3 شوية، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. تخيل ربنا بعد ما يقولك وأن سعيه سوف يرى قايلك ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني انت السعي بتاعك كده كده متشاف وهتتجاز عليه وهتاخده كامل، هتاخد النتيجة فول مارك، علامة كاملة. بعد السعي مفيش حاجة قدامك غير انك بتنتظر النتيجة، بس ما بتنتظرهاش على انها هي دي اللي هتنقلك، اللي هتغير لك حياتك، اللي هتاخدك من كينونة لكينونة. السعي ثم الجزاء معناته ان انت هتنتقل من حال مفضل وحال افضل لحال ارقى واعلى. آية جميلة قوي بعد الآية بتاعت الجزاء، وهي لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الآية رقم 5. الآية دي في عمقها تفاصيل التفاصيل. ممكن أصلا أي حد لو آمن بالآية دي بحق الإيمان وهو عنده نوع من أنواع الخوف أو نوع من أنواع الخوف المستقبلي، الخوف المضطرب، قلق مفرط، يبقى عنده بس إيمان قوي بالآية دي، الخوف هيروح بجد، الخوف هيروح. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى لا تخاف، هو وأخوه، عشان هنا مثنى، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أنا سامع وشايف، ما تقلقوش، هيتم إنقاذكم في الوقت المناسب لو حصل طبعا أي أذى ليكم. تخيل إن ربنا جل جلاله بيقولك لا تخاف إنني معك أسمع وأرى. عمق البحار في تفاصيل وتفسير الآية دي. طيب تعالوا كده نجيب الآيات من أولها، عشان الآية رقم 6 دي حاجة تانية خالص. أول حاجة، أنا كان عندي بلان ولم أقص الرؤية على أي حد، وفعلا بدأت وابتديت ان انا اسعى واشتغل واجتهد، والحمد لله ربنا كرمني وخدت النتيجة بتاعتي جزاء اوفى، يعني على اكمل وجه، نتيجة مرضية للغاية. وبعدين ربنا قال لا تخافا، فحصل لي نوع من انواع الخوف شوية، في حد مثلا انا قلقانة منه هيأذيني في النتيجة، فانا رحت علشان أشكو لربنا. ودي الآية رقم 6، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث والحزن الاتنين بعمل بيهم شكوى لله. جماعة فعلوا نية الآية دي كمان، وروحوا اشتكوا لربنا كل ما هو متعلق بالخوف، كل ما هو متعلق بالسعادة. لو في عندكم سعادة روحوا اشتكوا لربنا، قولوا ربنا أنا كان عندي نوع من أنواع السعادة النهاردة، أنا كان عندي نوع من أنواع الحزن النهاردة. الشكوى هنا ممكن تكون في الآية تحمل المعنيين، المعنى الإيجابي والمعنى السلبي. هي شكوى بس، هو مش كلام وخلاص، انتوا هنا بتبنوا صلة قوية جدا ما بينكم وما بين ربنا. كل ما هو سعادة وكل ما هو حزن، دي من الأمور اللي هتوطد بجد الصلة ما بينكم وما بين ربنا. في ناس مش هتعرف تشتكي، أنا عندي ليكوا حل، إن انتوا اكتبوا في أول الصفحة أو في عنوان الصفحة إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وابتدوا اكتبوا كل اللي مضايقكم في اليوم. الموضوع ده فيه ثقة كبيرة جدا ما بينكم وما بين ربنا.
الصلة بتتبني مع الرب برضو، مع الإله برضو في المشاكل. كل ما ربنا يحللنا مشكلة كل ما بيبقى عندنا ثقة رهيبة في إلهنا وفي خالقنا. الموضوع ممكن يكون في البداية صعب شوية تنفيذ الآيات، زي ما قلت لكم احنا ممكن ما نكونش عندنا نوع من أنواع التعود، بس خلينا نبتدي من دلوقتي علشان نكمل. كده تبقى خلصت حلقتنا. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، اتمنى تطبقوا وتفعلوا نوايا الايات دي في حياتكم، وتبتدوا فعلا تركزوا مع الايات دي اكتر. متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه الفترة الجاية، او نتكلم عن ايه الفترة الجاية في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.